السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عيش الكايزر بالسمسم الرهيب ده، ان شاء الله يعجبكم. وهنعمل كمان المايونيز اللي هنحطه على البرجر بطريقه حلوه قوي قوي قوي، وطريقه هتعجبكم كمان جدا 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 جدا. وهنعمل بقى كمان ميكس حلو كده هنحطه على سندوتشات البرجر بتاعنا، وهندلع السندوتشات بتاعتنا النهارده اخر دلع. وهنظبطها كده ونخليها بونبونايه كده. ويلا بينا بقى نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. اول حاجه بقى هنعملها مع بعض هو عجينه العيش اللي معايا. دون انا حطيت معايا نص كيلو دقيق، وحطيت عليه كمان نص معلقه من الملح، معلقه كبيره من السكر، وكمان معلقه كبيره من الخميره البودر، وكمان باكو من البيكنج باودر اهو بالشكل ده كده. هحطه الباكو كامل على نص كيلو علشان انا عايزاه يدي رفع معايا حلو قوي. وهبدا بقى اقلب الحاجات اللي انا حاطاها مع بعض دي كلها كده. هقلبها طبعا زي ما انا قلت لكم، اي مكونات جافه بتتقلب مع بعض كلها كده زي ما انتم شايفين كده. وهيطلع عيش حلو قوي قوي قوي، هيعجبكم جدا جدا جدا. يعني ما يجيش طبعا حاجه دي، طبعا انا حطيتها دي معلقه ونص بالظبط زبده بدرجه حراره المطبخ. وتقلبيها كويس جدا جدا كده كمان. وهحط كمان معلقه من الزيت النباتي. ودي بيضه حطيتها على المقادير اللي معايا كده. يبقى انا جايه حطيت سكر، ملح، خميره، بيضه، الزبده، باكل بيكنج باودر. كده بقى خلاص هنعجن بقى. حطيت اللبن اهون. طبعا بتقدري تحطي وتعجني لحد ما العجينه تلم معاكي. انا بقى العجينه لمت معايا، احطها بقى على الكاونتر عندي كده، وهبدا اعجن فيها كويس قوي. انا مش هعجن، انا هفضل اشدها كده لحد ما تطرى معايا جدا جدا وتبقى عامله زي الملبن بالظبط. فانا بقى هفضل اعجن فيها كويس قوي قوي لحد ما توصل النتيجه اللي انا عايزاها. هحط بس بقى كده رشه من الزيت بسيطه جدا علشان احط بقى الخميره بتاعتي. شايفين العجينه في ايدي عامله ازاي؟ عامله زي الملبن زي ما انا قلت لكم بالظبط، طريه جدا جدا. هحطها بقى في البوله بتاعتها كده، وهقفل عليها لحد ما تختمر. واهم حاجه تحطيها في مكان مظلم كده. بقى العجينه خلاص كانت خمرت معايا. هبدا بقى علشان اجيب الصينيه اللي هجهزها فيها. هي خمرت معايا بالظبط في نص ساعه بالظبط كانت خمرت. عما كنت جهزت الحاجه الباقيه وكده. فحطيت بقى في الصينيه كده شويه زيت. وهبدا بقى اعمل العيش بتاعي. انا هتقرصيه ايوه بالحجم ده كده. يكون حجمه كبير، بس اهم حاجه تحطي في صينيه تسيبي مسافه يعني بين كل رغيف والتاني، لان لسه طبعا هنسيبه يختمر تاني مره وكمان، يعني مره واتنين. وكمان بيرتفع في الفرن، فعشان ما يمسكش معاكي في بعضه في الفرن يعني. هو اهم حاجه زي ما انا قلت ان تحطيه في صينيه تكون كبيره شويه علشان ما ينفعش تلزقيه جنب بعضه. انا حاطه الصينيه دي كانت صغيره معايا شويه، فانا هرصهم على صينيتين مش على صينيه واحده علشان يبقى معايا كده براح في الصينيه، ما يلزقش مع بعض ولا يلزق يعني مش كل واحد يلزق في التانية، يكون في مكان كده في الصينيه معاهم. انا كده كنت رصهم في الصينيه دي، بس هرجع انقلهم تاني في صينيتين مع بعض. وهسيبهم كمان يعني يقعدوا في الصينيه لمده 10 دقايق بالظبط لحد ما يرتفعوا معايا. دلوقتي بقى هنحضر مع بعض المايونيز. معايا بيضه، ربع كوبايه من الخل، معلقتين من النشا، معلقه سكر بودره كبيره، نص معلقه من الملح. وهنبدا نحضر المايونيز مع بعض. انا حطيت اهون المايونيز اللي اول حاجه النشا في الطاسه. واحط عليها شويه من الميه كده، وهنزل بيهم على النار لحد ما يتماسكوا جدا مع بعضهم كده هما الاتنين. انا بس هدوبهم الاول قبل ما احطهم على النار. هيبقى معاكي مايونيز تحفه تحفه، احلى من بتاع بره بمراحل مراحل مراحل، وطعمه نضيف جدا جدا. خلاص كده النشا معايا مسكت مع بعضها. هشغل بقى الخلاط بتاعي. هحط النشا اول حاجه، احط النشا واحط البيض واحط السكر واحط كمان الملح. وعلى فكره كمان في اضافات المايونيز كمان في زيت، بس طبعا الزيت مرحله لوحده. اهو انا حطيت دلوقتي حطيت البيض، وحطيت كمان النشا والسكر والملح وربع كوبايه من الخل او اقل من ربع كمان.
يعني ما تكتريش الخل قوي. وحطيت كمان الملح اهون. هبدا بقى اضرب دول مع بعض كويس قوي قبل ما احط الزيت. زي ما انا قلت لكم اخر حاجه هنحطها باذن الله الزيت. الزيت بقى هنفضل نحطه كده سرسوب لحد ما يبدا يوصل للتماسك اللي انت عاوزاه. اهم حاجه نضرب المكونات دي كويس قوي قوي مع بعض كده زي ما انتم شايفين. طريقته سهله جدا وجميل جدا وبتعمل بكل سهوله في البيت. انا بقى شلت اللي بتاع الخلاط اللي فوق دي، وهبدا انزل من فوق كده اهو سرسوب زيت بالظبط. كان وقع بره. فانا بقى هبقى بقى انضف الخلاط بعد ما اخلص. شايفين انا لما حطيت له الزيت بدا يلف ازاي. بس كده دي كانت طريقه المايونيز معانا سهله جدا وبسيطه. انا عاملاه بتعمليه سايب شويه، مش لازم يكون تقيل علشان كده كده هو اصلا بيجمد بعد كده. وده المايونيز بتاعنا طعمه تحفه 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 وريحته جميله جدا 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 جدا. وده بقى العيش بتاعي كمان بعد ما خمر. زي ما انا قلت لكم ان انا هنقله في صينيتين، مش هسيبه في صينيه. شايفين لما خمر مسك في بعضه ازاي علشان انا ما كنتش نقلته. فهبدا بقى انقله في صينيه تانية زي ما انتم شايفين كده اهو، علشان ياخد معايا يبقى كده مستوي كده من الجناب. لانك لو فضلتي ملزقهم بعض مش هيستووا من الجناب ويلزقوا مع بعض. هدهن بقى الوش بتاعه كله كده هدهنه زيت. وتعملي الحركه دي كده على العيش بتاعك. وبعد كده بقى ترشي السمسم زي ما انت عايزه. يبقى انا كده دهنت الوش بتاعه بيض. مش عايز تدهني بيض ممكن تدهنيه معلقه لبن كده وتمشي الوش بتاعه برضه عليه تمام، مفيش اي مشكله خالص. يلا بينا بقى ندلع البرجر بتاعنا. ده الهمبرجر اللي احنا عملناه، ودي كمان جبنه شيدر انا مسيحاها على النار، وده العيش بتاعنا، ودي بقى فلفل الوان طماطم بصل، وادي المايونيز اللي احنا عملناه مع بعض. هبدا بقى كده نحضر يلا بقى السندوتشات مع بعض. شايفين العيش ريحته فظيعه، ريحته جنان والله العظيم. هجيب بس السكينه بتاعتي وابدا بقى شايفين العيش طري كده وعامل زي القطن بالظبط في ايديا، عامل زي البونبونايه بالظبط والله بونبونايه كده. هبدا بقى اول حاجه انا هعملها، هعمل الصوص اللي انا اللي هو بيتحط اصلا في المطاعم. عايزه اقول لكم يا جماعه والله المطاعم ما بتكلف خالص، بس احنا بنحس ان الحاجه طعمها حلوه ويعني وغاليه وكده. لا هما بيحطوا الصوص ده، بيحطوا معلقتين مايونيز على معلقه من الكاتشب. ولو انت بقى عندك كمان مستردة ممكن تحطيهم على بعض وتقلبيهم مع بعض كده وتعمليهم ميكس، وتبداي تحطيهم على السندوتشات بتاعتك. بيبقى طعمهم حلو قوي 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 قوي. هبدا بقى اخد من بقى الميكس اللي انا عملته دون واحط في الرغيف بتاعي من تحت كده. اول حاجه انا بس هوسع لنفسي. انا طبعا مقطعه اهون فلفل الوان، ومقطعه بصل، ومقطعه كمان طماطم، والبرجر كمان معمول. وهبدا بقى احط فوق الجبنه سوري الميكس اللي انا عملته دون. هحط البرجر، واحط بقى طماطمايه بصلايه فلفلايه. ودي كمان جبنه من دي جبنه شيدر انا سيحتها على النار زي ما انا قلت لكم، عشان احنا مش بنحب طعم الجبنه الشيدر قوي يعني في الاكل، فانا سيحتها بس. وتدلعي بقى السندوتش بتاعك زي ما انت عايزه بقى. عايزه تحطي حاجه زياده حطي، واحط كمان بقى رشه من فوق كده على السندوتش بتاعي كده. خلاص السندوتش بتاعي بقى جاهز. شايفين اصلا شكله جنان، وكمان طري جدا جدا جدا. والعيش طلع بصراحه نتيجه مبهره 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 والله العظيم. انا نفسي بالنسبه لي طلع نتيجه مبهره جدا جدا جدا. هكمل بقى باقي السندوتشات اللي معايا كلها وارجع لكم تاني. كده بقى خلاص السندوتشات بتاعتي معايا جاهزه. كان طعمها تحفه تحفه تحفه، لازم تجربوها ان شاء الله. وجربوها بالطريقه اللي انا عملتها دي، وتجربوا كمان العيش الكتر اللي انا عملته، وان شاء الله يعجبكم. ولو الفيديو ده عجبكم مش تحطوا اشتراك للقناه ولايك كمان الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. ومتنسوش كمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي حاجه فيديو انا بنزله. ويا رب زي ما انا قلت لكم الشاشات تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالف هنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.